السلام عليكم حبايبي. اليوم جبت لكم وصفة سهلة بزاف، قاطو مول تاع السيليكون. يجي شكله يفتح النفس وطعمه بنين وخفيف، يصلح للقهوة ولا للضياف، وحتى كي تحبي تدلي روحك بحاجة حلوة. المهم خليكم معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير خطوة بخطوة. راح نحتاجو 250 جرام زبدة مرقرين يعني طرية، نضيفوا لها كأس سكر ناعم واللي هو السكر الرطب. اذا ما كاش مغربل فعلا نغربلو كيس فاني ونخلطو الكل بالباتر او حتى معليش باليد او الاسباتيل. المهم انك ترجعيه شغل كريم كما راكي تشوفي في الفيديو قدامك، حتى يولي لك كريمه. تمزج مليح السكر والزبده مع بعض مرقارين يعني. نحتاجو 2 حبات بيض، اذا كانوا حجم كبير نستعملوا حبه فقط، وصفر حبه. اذا حجم صغير 2 وصفر بيض، اذا حجم كبير حبه وصفر حبه. نوصلوا الخيط بالباتر او باليد كما رانا نستعمل كما بدينا من قبل. المهم نمزجوا الخليط الكل مع بعض. نضيفوا 2 ملاعق حجم كبير تاع الزيت، نكثروش، نديروا 2 ملاعق فقط. الزيت مع الطول تولي بنه تاع الزيت شويه مره شويه مش مليحه. خلطوا نواصلوا في الخلط باش تدخل كامل في الخليط. المهم في الاخير نتحصلوا على كريمه. كريمه كما تشوف فيها. نضيف لها الفرينه بالتدريج. اولا نضيفوا 2 كيسان 2 كؤوس. وهنا الفرينه الكميه تاعها تختلف بنوعيه الفرينه وبحجم البيض اللي خدمنا به. انا استعملت تقريبا 4 كؤوس وربع. بعد ما تحطي 2 كؤوس تاع فرينه نضيفوا ربع ملعقه صغيره تاع خميره الحلوى. طبعا خميره الحلوى دائما نفضيها لانه خطره تجي فيها كتل. مزجي الكل بلاسباتيل ولا بيدك. المهم قاعده انه الحلويات عمرك ما تدلكيها. دائما الحلويات نستعمل الاصابع فقط، عمرك ما تدلكيها. انه ماهيش خبز باش تدلكيه. كل ما تدلكيها تجيك مدلوكه والعجينه ما تجيش شابه، مام الكاطو تاعك ما يخرجش حاجه شابه. في الاول نديرو 2 كؤوس مره واحده، ومن باقي الكؤوس 2 كؤوس اللي بقات نديروها بالتدريج. نعيد انايا قاست لي 2 كؤوس وربع، 4 كؤوس وربع، سمحوا لي، 4 كؤوس وربع تاع فرينه مع الطم. دائما نطمو غير بالاصابع كما راكي تشوفي فيها، بالاصابع فقط. نضيفه بالتدريج، حاولي ما تضيفيش بكميه كبيره، بالتدريج حتى وين نحصلوا على عجينه طري ما يكونش يلصق بين في الاصابع وما يكونش يلصق في الصحن تاعك وبالك تيبسيها.
ضيفيه بالعقل وراكي تشوفي وراكي تمسي في العجين تاعك. لازم يكون طري وما يلصقش. حتى وين نحصلوا العجينه نطموها مليح. راكي تشوفي العجينه ما تلصقش، طريه بصح ما تلصقش. شوفي نغلفوها بالنيلو. المهم ما نخلوش الريح يقيسها. نخلوها على جنب ونشكلوها كرات. كل كرة لازم تكون توزن 32 غرام باش تجيك ما هي ثقيله ما هي رقيقه، تجيك الحبه شابه مليحه في العبر. 32 تجيك في العبر مع هذا المول. هذا النوع تاع المول تاع السيليكون. رمدوها في الججلان، بعض المناطق عيطوا السمسم، هو السمسم. رمدوها مليح واستعملت هذا المول. انا انت ممكن تستعملي اي مول اخر، انا استعملت هذا المول شكله باهي وشباب. شكل كامل. كمل كامل مع المول. تشكيل ضروري تشكيل الكرة داخل السيليكون كيف يكون. لازم دائما تضغطي، لازم دائما كي تكوني تشكلي في الكرة داخل في الحبة تاع السيليكون تضغطي مع الجوانب. تعطي دخليها مليح في الجوانب اولا وتضغطي بصبيعاتك هكا كما راكي تشوفي فيا باش الشكل يصنع شباب، باش الشكل يصنع كامل ما يجيش فراغ ما بين السيليكون والحبة تاع الكاطو. كملوها هكا كامل. بعد ما نكملوها نديروها تطيب في فرن درجه تاع 180 درجه. 180 درجه حق ما تحس تمسك لا فورم تاعها. بعدها ننزعو الحبات ونرجعوهم للفور بلا سيليكون. نرجعوهم للفور بلا سيليكون والنتيجه النهائيه هكا نتحصلوا عليها. نعمروا الفراغ بمعجون. انا استعملت هنا معجون الفراوله باش ما نضطرش نلونه بالاحمر او اللون. معجون الفراوله راح يكون هو احمر واجد. هذا بعد ما تبرد طبعا، خلوها تبرد تماما. نعمروها كامل بالمعجون الفراوله تاعنا. والنتيجه النهائيه اللي تحصلنا علينا كما راكي تشوفي فيها. نتمنى تجربتي معاكم بالصوت نجحت. هذا بناء على طلباتكم، كنتوا تقولوا لي استعملي الصوت بدل الكتابه وحدها. راني استعملت الكتابه والصوت. نتمنى ان اعجابكم. وفي الاخير نتمنى لكم تنجح لكم الوصفه اذا جربتوها. وحطوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.